من النظرة الأولى يبدو أنهم متجهون نحو دونور، لكن في الواقع ذاهبون إلى ملعب فلادلفيا. هذه ليست شوارع كازا، بل إنها شوارع أمريكا. صوت الأحمر فيها بدا مسموعا كموقف المملكة المغربية هناك. لا صوت يعلو على صوت الفدائيين. ودادي ودادي لك حبي وفؤادي، هكذا يقول الودادي. أمير بن هاشم دخل بنفس الأسماء والخطة التي لعب بها أمام مانشستر سيتي، ثم تجرأ وبدأ يضغط على اليوفي من الوهلة الأولى تحت شعار غامر أو غادر. لكن سيدة العجوز لم تنتظر سوى 6 دقائق فقط، واستنشدت بقدم بوطويل الذي لم يخيب ظنها، وسجل هدفا ضد مرماه. هدف مبكر بالنيران الصديقة بعثر أوراق بن هاشم وأعطى للسيدة ثقة أكبر. إنه أفضل سيناريو كان يحلم به مدرب اليوفي. وفي اللحظة التي كان يبحث فيها الأحمر عن إعادة المباراة لنقطة الصفر، تركوا مساحة شاسعة للتركي كينان الذي وجد نفسه في وضعية لا يجدها حتى في التدريبات، ثم أطلق قذيفة لا ترد ولا تصد. لكن الوداديون لم يرفعوا الراية البيضاء. القادم من جنوب إفريقيا قلص الفارق بعد تمريرة بالقلم والمسطرة من المحارب نور الدين مرابط. هدف أشعل مدرجات الوداد وكأنه صاروخ نيراني نزل عليها، كأنه رد نيراني عن واقعة أمس المباراة. لكن ما هي إلا طقوس ودادية مغربية على أراضٍ أمريكية. بقي الحال هكذا طيلة 50 دقيقة، كان فيها الوداد أحيانا قريبة من زيارة الشباك، ليعود التركي مرة أخرى ويطلق رصاصة الرحمة على الأحمر الودادي. وفي اللحظة التي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، مدافع الوداد الهولندي ميرس وفي لقطة غير مفهومة صدق على سيدة العجوز ضربة جزاء، ترجم البديل دوشان إلى هدف الرابع. مباراة الوداد أمام اليوفي فشل فيها بن هاشم جملة وتفصيلا. كان من المفروض أن يلعب بنفس الطريقة التي لعب بها أمام السيتي. ثانيا، بعض الأسماء تطرح أكثر من علامة استفهام. في المقابل جبل الجنوب الإفريقي لورش تشعر به يلعب على الشعار ويقدر القميص الذي يحمل على أكتافه، كما أصبح أول لاعب محترف أجنبي يسجل للوداد في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم للأندية، وأول لاعب محترف يسجل للأندية المغربية في مواجهتها الرسمية أمام نظيرتها الأوروبية، كما أصبح رابع لاعب يسجل للوداد في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم للأندية. من الوداد إلى ابنها البار ياسين بونو، وبعدما قدم أداء بطوليا أمام ريال مدريد عاد من جديد وأنقذ الهلال من خسارة محققة. بونو تصدى ل3 كرات خطيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الأولى من كرة خبيثة عائدة من ركنية أعادها مدافع ساسبورغ ليجد زميله نفسه وجها لوجه مع بونو، لكن ياسين أنقذ الموقف وبكل براعة. أما الثانية جاءت من تمريرة عرضية ثم ضرب مهاجم الخصم، لكن ردة فعل بونو لا يملكها كل من يرتدي القفازات، والثالثة كانت أقل خطورة من الأولى والثانية. بونو لم يكتفي بعمليات الإنقاذ فقط،
بل تقمص أيضا دور مساعد المدرب، تارة يوجه زملائه في الفريق وتارة أخرى يشجعهم. شارة العمادة أراه الأجدر بها. ياسين بونو أنهى المباراة بأعلى تنقيط وتوج برجل المباراة بعدما سرقت منه في المباراة الماضية عندما منحوها للاعب ريال مدريد الإسباني غونزالو غارسيا، لكن القدر انصاف أمام سالزبورغ. جائزة ذكرتني بجائزتي في مونديال قطر عندما تألق أمام البرتغال وفاز برجل المباراة، ثم منح لرفيق دربه يوسف نصيري. بعد نهاية المباراة تلقى بونو إشادة واسعة من طرف جماهير الهلال، كما تصدر عناوين كبار الصحف العالمية والسعودية، ولعل أبرزها تدوينة الحارس السابق للهلال السعودي ومنتخب السعودية محمد الدعية، الذي وصف بونو بأنه أفضل حارس في العالم. تخيل معي أن محمد الدعية كان أشد المعارضين لصفقة بونو بحكم أن الهلال كانت تملك حارسين من السعودية، فخوفا على مكانهما رفض قدوم بونو. لا يحتاج الهلال حارس. أنا من وجهة نظري أنا أجيب لاعب من الثمانية هذه، ما أجيب حارس، أجيب لاعب. وين في أي خانة؟ يعني الست الظهير اليسار، الظهير اليسار، الظهير اليسار ما عندك ظهير يسار أنت. يمكن يجي واحد إذا المفاوضات صحيحة اللي نسمع عنها. من إذا نسمع عن الهلال جالس يفاوض بونو حارس المغرب. أنا أقول يا ليه؟ لحظة. أنا أقول هذا الحراس أنا إذا جاء يحتاج الهلال. أنا أقول لك إن نوعية الحراس هذول من السوبر ستار. أنا مؤيد. إذا جاء بونو، ولكن لحظة عفوا بس عشان أسألك ويسمعنا المستمعين والمشاهدين. بونو ترضى فيه إذا جاء وتقول إيه أبغى بونو الآن للهلال؟ الآن؟ إيه. ووجود المعيوف والعويس؟ أقول لا. لكن محمد الدعيع سرعان ما غير رأيه بعد موسم إعجاز من بونو. فاز فيه بونو ب3 ألقاب: الدوري السعودي، الكأس الممتازة، وكأس الحرمين الشريفين، كما أنه وصل إلى نصف نهائي كأس آسيا. نسبة بونو لما يحدث للهلال كنسبة يعني كنسبة؟ كنسبة أنا أفضل من 50%، لأنك لو تلاحظ من بداية الدوري كل مباراة كتأثير في النتائج، كل مباراة المهمات كلها له 3 إلى 4 بصمات بونو، أمام الاتحاد، أمام النصر، أمام الأهلي، أمام الفيحة. 50% الباقي اللاعبين. 50% أنا من وجهة نظري. لو بقول لك مباراة واحدة، مباراة الاتحاد اللي 3-4 في جدة، اللي 3 هو حارس. أنت ما اعترفت في اللاعبين الباقيين. هو حارس لا والله شوف لي احنا تحت الطاولة بالطاولة هذه والله العظيم كل مباراة احط لي 3 إلى 4 نقاط بونو. صح. لا شوفوا لو جاء هدف او جاء هدف الثاني. مباراة الاتحاد اضرب لك مثلا، مباراة الاتحاد 4-3. طيب. بعد الهدف الثالث حق الهلال وبداية الشوط الثاني بونو طلع كورته. طيب. خلاص 50% انت تأيده؟ لا يعني انا لي دور كبير بصراحة. كما أن إبراهيم دياز شارك في الشوط الثاني أمام باتشوكا المكسيكي وقدم تمريرة حاسمة جاء من الهدف الثالث لريال مدريد. في المقابل غاب أسامة الإدريسي بداعي الإصابة. عموما وأمام هذه الوفرة من النجوم، كأس إفريقيا في الدار، فلا مجال للأعذار.